حبايبنا تالتة سنة وايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. قلنا نجمع لك سكيلز يونت 4 بارت 1 ويونت 4 بارت 2 في نفس الفيديو، عشان بدل ما نحل قطعتين نحل 4 قطع، وبدل ما نحل 4 تراجم نحل 8 تراجم. فتعالى بينا كده مستر نشوف السكيلز اللي كانت عندنا في يونت 4 بارت 1 صفحة 229. الحصة دي أنا منزلها كمان يوتيوب لكل طلابنا في مصر عشان نستفيد بحل السكيلز. بمناسبة يعني ان احنا وصلنا 300,000 على قناتنا على اليوتيوب، ونزلنا مراجعة 3 و 4 كمان هدية مننا لكل طلابنا في مصر، فقلنا كمان ننزل حل كده شوية قطع وشوية تراجم لعلكم تستفادوا ان شاء الله تعالى. اول سؤال او اول حاجة عندي او اول قطعة بيقول لك ايه؟ تعالى كده مستر نشوف اول قطعة. بتقول لي I left my friend's house shortly after 7. It was still too early for me to have my evening meal. So I walked along the seafront for about an hour until I began to feel hungry. By the time قبل الوقت ده I was not far from a favorite restaurant of mine where I often went to eat 2 or 3 times a week. انزل بالترجمة. أنا مشيت أو غادرت بيت صاحبي، وقال لي صاحبي مش أصحابي عشان الأبوستروفي قبل الأس مش بعد الأس. Shortly after 7 يعني بعد 7 بدقيقة دقيقتين كده. الدنيا كانت too early بدري جدا عشان إن أنا آكل أو أحصل على الوجبة بتاعتي. فضلت متمشي كده على البحر for about an hour لحد ساعة، يعني قول الساعة بقت حوالي 8. Until I began to feel hungry لحد ما بدأت أحس بالجوع. قبل الوقت ده I was not far from a favorite restaurant of mine. قبل الوقت ده ما كنتش بعيد عن مطعمي المفضل where I often went to eat 2 or 3 times a week. اللي أنا باكل هناك يا مرتين يا 3 مرات في الأسبوع. أول ما قسمت القطعة وقلت إن ده 1 وده 2 وده 3 عرفت إن الفقرة الأولى كانت تافهة جدا. واحد خرج من بيته على الساعة 7 ووصل المطعم المفضل على الساعة 8. وتعالى نشوف ايه اللي حصل. دخل الريستورانت which was already crowded اللي كان أصلا مزدحم and ordered my meal وطلبت وجبتي. while بتساوي as و just as وأنا مستني السوب الشوربة to arrive توصل. I looked around to see بصيت حواليا عشان أشوف if I knew anyone in the restaurant لو أنا عارف أي حد قاعد في المطعم. It was then that I noticed. لاحظت ايه؟ لاحظت ان في امان في راجل sitting at a corner table قاعد جنبي كده في الترابيزه kept glancing in my direction بيبص في الاتجاه بتاعي. I could see that he was keeping an eye on me. هو كان بيراقبني، كان watching me. وخلي بالك ان انا مش عارفه لان انا اصلا I never forget a face. انا عمري ما بنسى وش حد اعرفه. When the waiter brought my soup لما الويتر جاب لي الشوربه بتاعتي The man was puzzled by the familiar way in which the waiter and I addressed each other. الراجل كان مرتبك كده بالطريقة اللي أنا والجرسون فيها بنعامل بعضنا البعض، يعني أنا والجرسون صحاب. He became even more puzzled. بقى متوتر أكتر كل ما الوقت بيعدي، وبقى واضح جدا إن أنا well known in the restaurant، إن أنا واخد وضعي في المطعم، أنا حتة تقيلة هنا. Finally he got up. هو قام دخل المطبخ. After a few minutes بعد كام دقيقة رجع paid his bill دفع فاتورته and left without another glance in my direction. ومشي من غير أي بصة في الناحية بتاعتي. فقرة رقم 3 When I had finished and was about to pay my bill لما خلصت وكنت على وشك إن أنا أدفع الفاتورة I called the owner of the restaurant. كلمت مالك المطعم and asked him وطلبت منه أسأله what the man had wanted. الراجل كان عايز إيه. The owner said الراجل قال ان that man was a detective. الراجل ده كان المحقق. يعني يا مستر يعني الراجل ده كان محقق شرطة؟ طب كان بيبص لي ليه؟ He followed you here. هو مشي وراك because he thought you were a man he was looking for. كان فاكرك راجل بيدور عليه. When he came into the kitchen لما دخل المطبخ he showed me a photograph of the wanted man. وراني صورة الراجل المطلوب. He certainly looked like you. كان شبهك بالظبط. Of course, since we know you here, I was able to convince him قدرتك now that he had made a mistake. إن هو عمل غلط. It's lucky that I came to a restaurant where I am known. من الحظ اللي أنا رحت المطعم أنا معروف فيه. Otherwise وإلا I might have been arrested. كان زمان اتقبض عليا. القطعة دي كان فيها سخرية كتيرة جدا. إن سبحان الله كده تبقى أنت جعان تدخل مطعم مفضل ليك تلاقي واحد محقق من الشرطة بيدور على واحد شبه. فعشان انت جوه سمعتك حلوه تخرج منها، لكن لو ما كانش حد عارفك جوه كان زمان الراجل ده اتقبض عليه. ده الخلاصه من القطعه اللي كانت بتتكون من 3 باراجراف. اول سؤال كان بيتشفت من قطعه تانية خالص، فبستأذنك تشطبه وتجرب تحل لي كده من نمبر 2 لحد نمبر 8 ونحل سوا. يلا بينا.
اول سؤال بيقول لك which of the following do you think a detective is need to work on. ميزة القطعة دي ان معظم الاسئلة مش هتعرف تطلع الاجابة من فوق على طول. يعني لو انت مش عارف يعني ايه ديتكتيف يعني محقق مش هتعرف تحل السؤال ده. فكلمة ديتكتيف يعني محقق محتاج يشتغل على ايه في دول؟ يشتغل على الستودنت، على الطالب اللي تشيتس اللي بيجاش في الامتحان؟ لا. يشتغل على البيشنت، على المريض اللي بيعمل اوبريشن عملية جراحية؟ لا. يشتغل على الباسنجر، على الراكب اللي مش ما اشتراش تيكت في القطر؟ لا. هو هيشتغل على البنك روبري، على سرقة في البنك الأخيرة. كلمة keep an eye on يعني watching، يعني راقب الأولى. What do you think saved the writer's situation at the restaurant؟ اللي أنقذ موقف الكاتب في المطعم. السؤال ده جامد. اللي أنقذ الريبيوتيشن، سمعته. واحد يقول لي لأ، أنت لما سبتنا نحل بيني وبينك يعني أنا حليت دي معرفته بالاونر. لا، لو معرفته بالاونر يبقى الراجل ده كان مش تمام، والاونر عشان عارفه خرجه منها. لا، هو الراجل ده اصلا سمعته حلوه، فاللي انقذه اصلا الريبيوتيشن، السمعه. واحد يقول لي طب بالنسبه لسؤال 3 كده انا حليت كيب ان اي اون جلانس. لا، جلانس يبص بس. كيب ان اي اون يعني واتشنج، يراقب. ماشي. 5 الرايتر الكاتب كان ايه في الريستورانت؟ كان زائر مستمر، ريجولار كاستمر، زبون دايم الأولى. سسبكت متهم. ويلكم فيزيتور يعني زائر مرحب بيه، ونيو كامر يعني حد لسه جاي جديد، ما تنفعش. ايه الوقت اللي الرايتر دخل فيه المطعم؟ دخل about 8. ليه؟ لان هو مشي shortly after 7، مشي بعد 7 بالظبط، فعلى 8 دخل. after 8 ما قلتلكش shortly after 8، فبعد 8 دي ما حددتش، لا هي about 8. لو الكاتب had gone into a different restaurant، راح مطعم تاني، كنت ايه اللي هيحصل له؟ كان ممكن يتقبض عليه. دي من القطعة. he might have been arrested. ليه تعتقد ان الديتكتيف المحقق دخل الكاتشن؟ اعتقد ان هو كان عايز يسأل عن الكاتب، to ask about the writer. مش he suspected، مش هو شك الويتر، شك في الويتر، ولا عشان يشكر الشيف على الاكل، ولا عشان يشتكي من الخدمة السيئة. القطعة التانية ببص لقيتها 2 باراجراف، فقرتين. فنبدأ كده مستر بسم الله نشوف بتقول لك ايه. Do you wish you could be in a perfect health your entire life؟ تتمنى ان انت تبقى في صحة حلوة حياتك كلها. Recent scientific research has shown that. بحث علمي حديث أظهر أن if people practiced، لو الناس مارست just 3 simple behaviors، 3 سلوكيات، they could not only prolong their lives، مش بس هيطولوا حياتهم، ولكن كانوا هيبقوا healthier as well، ولكن هينعموا بصحة. If you are willing to commit to leading a longer and healthier life، first في الأول eat the right food in the right amount، كل كمية الأكل الصح، أو كل الأكل الصح بالكمية الصح. 3/4 of your plate should be filled with fruits, vegetables and whole grains. 3/4 طبقك لازم يبقى مليان بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، أو الكارب كده زي ما بيسموه بتوع الجيم. If you cannot give up eating meat، لو مش قادر تبطل أكل لحمة، choose lean meat، كل لحمة بدون دهن. واحد يقول لي خلاص هاكل لحمة حمراء. لا، ده مصطلح جزارين ده يا معلم. اللحم اللين هي اللحمة ما فيهاش دهن، without fats. eat poultry، كل دواجن، fish أسماك، beans وفول، and foods وأطعمة that are low in saturated fats، وأطعمة قليلة بالدهون المشبعة. cholesterol salt، وكل يعني أقل أطعمة ما فيهاش ولا دهون ولا كوليسترول ولا salt ولا ملح، and sugar ولا سكر. people who wish they could more easily control the amount they eat، الناس اللي هتتحكم بسهولة في الكمية اللي هياكلوها، may find that، ممكن يجدوا ان using a smaller plate will help، استخدام طبق صغير هيساعدك في ده. next تاني حاجة exercise at least 30 minutes a day. اتمرن على الأقل 30 دقيقة في اليوم، 3 مرات في الأسبوع، 3 days a week. لو انت اتمرنت 5 أو أكتر من عدد الأيام ده في الأسبوع 75 دقيقة، the results النتائج هتكون better for you، هتكون أفضل ليك. الاكسرسايز بيساعدك تزود المصل، العضلات، strengthen bones، تقوي العظم، and improve balance، وتحسن من التوازن عندك. ثالثا make sure to get sufficient sleep، اتأكد ان انت بتنام نوم كافي. if you are over the age of 18 you probably، لو انت فوق سن 18 سنة فانت محتاج من 7 ل 9 ساعات من النوم كل ليلة. if you cannot get that much sleep take a short nap، لو مش قادر تنام النوم ده خد لك تخفيلة كده من 20 ل 30 دقيقة في اليوم. البيهيفيرز دي السلوكيات دي هي المفاتيح to living a longer and healthier life. Imagine if you had started these behaviors years ago you would be very ahead of the game.
تخيل كده لو حضرتك بدأت السلوكيات دي من سنين كتير فاتت، هتبقى ahead of the game، هتبقى انت سابق الناس كلها. يعني الراجل كان بيكلمني في 3 حاجات: ان انا احسن من اكلي، واعمل اكسرسايز، وانام كويس. ولو عملت كل السلوكيات دي اكيد انا وانت والناس كلها هنبقى في حتة تانية. طلب مني اعرف الفكرة الرئيسية في القطعة، فانا طلبت منك تحل ال8 اسئلة دول وتقرا كل سؤال وتفسر اجابته وتيجي نحلهم سوا. يلا بينا. اول سؤال يا دكتور بيقول لك ايه؟ ايه المين ايديا اوف ذا باسج، الفكره الرئيسيه من القطعه؟ encouraging people to practice sport، لا هي ممارسه الرياضه كانت فكره في فقره مش في القطعه. showing the importance of sleep، اظهار اهميه النوم، برضو دي فقره مش القطعه. telling people what to eat، تقول للناس تاكل ايه، برضو دي فقره مش قطعه. هي الاخيره giving advice on how to stay healthy، الاخيره. who is the intended audience for this article؟ الجمهور يعني مستهدف من المقاله دي هم اليانج والاولد، الصغار والكبار. الثالثه للناس كانوا عايزين to keep healthy، يفضلوا بصحتهم، والله يا مستر to enjoy their lives، عشان يستمتعوا بحياتهم مش عشان أي حاجة تانية. the most suitable title for the passage، أنسب عنوان للقطعة، كان عبارة عن إيه؟ كان إن هو يا مستر living a longer and a healthier life، إن أنت تعيش حياة صحية وحياة أطول، مش أهمية التدريب ولا النوم ولا الدايت. ايه اللي هنا مش صح؟ واحد يقول لي انا مش عارف يعني ايه we are what we eat، يعني اللي انت بتاكله بيعبر عنك، انت healthy فبتاكل اكل healthy، فدي صح. eat the right food in the right amount، صح. we should get enough sleep، صح. ناكل اكل مليان دهون، لا هي دي. لو الناس مارست 3 simple behaviors they could، والله يا مستر الناس لو مارست 3 عادات بسيطة they could prolong their lives، يطولوا حياتهم و make their lives healthier. A and B. التالتة lean meat، اللي هو اللحم اللي بدون دهن، هو meat less in fat، الأخيرة مفهوش دهن، ملهاش دعوة بقى ولا بلحمة حمراء ولا بلحمة طازجة ولا الكلام ده كله. ايه اللي في ايه اللي هنا بيبارافريز بيشرح اللاست باراجراف، اخر فقره. اخر فقره ليها علاقه ان لو حضرتك مارست كل العادات صح يبقى you are the winner in the long run if you sleep well, eat well and exercise well. الاخيره اهي لو انت عايز يعني انا عرفتها منين. if you had started these behaviors دول اللي هم ال3 عادات. الترجمه: The change in environment sparks your creativity and allows you to bring new energy into your work. التغيير في البيئة تحفيز إبداع، creativity يعني إبداع، ماشي، مش تحجيم، مش الخلق يعني universe مش environment. والله يا مستر مش حفاظ يعني كيب، يبقى هي الأولى. Some of the world countries suffer from overpopulation، تعاني بعض دول العالم من overpopulation زيادة سكانية، pollution تلوث، فمش هينفع الأولى، فأنا كنسلت الأولى. whereas others encourage يعني يشجع، مش يمنع الهجرة، مش يرفض، هي جيم. الاهتمام بأنفسنا ضرورة لنقدم أفضل ما لدينا لأطفالنا. taking care of ourselves، taking careful غلط، yourselves أنت، لا هي ourselves تمام. ضرورة يعني a must تمام. نقدم أفضل يبقى do the best مش make the best، فأنا هكنسل الأخيرة فهي السي اللي صح. عدم اتباع إشارة المرور ظاهرة غير أخلاقية تؤدي إلى الحوادث. not following traffic lights، ماشي. is an عدم اتباع ظاهرة غير أخلاقية يبقى unethical يعني أخلاقي، يبقى أنا هكنسل دي. unethical يعني غير أخلاقي، ظاهرة phenomenon ظواهر مش هتنفع يا مستر، فأنا هكنسل سي برضو. that leads to accidents بتؤدي للحوادث. هنا cars ماليش دعوة بكورز، لا هي lights إشارات المرور traffic light الأولى. دي كانت قطع يونت 4 بارت 1 في الكتاب بتاعنا لو أنت طالب معانا. وبرضه تعالى نحل القطع اللي كانت موجودة على يونت 4 بارت 2 الترجمة. يلا بينا نشوف كده يا حبايب قلبي القطع بتاعت يونت 4 بارت 2 بتقول لك ايه. اول كده مستر اقسمها ادي 1 2 3 4 باراجراف. everyone has one hobby or another، كل واحد ليه هواية او تانية. of all hobbies، ما بين كل الهوايات I do believe that reading is the simplest and most useful، اعتقد ان القراءة هي الابسط والاكثر افادة. how can we increase the benefits of reading and make it easier، ازاي نقدر نزود مزايا القراية ونخليها اسهل. دي كانت عنوان الفقرة الاولى.
I think we should start a book club. ممكن نعمل زي نادي للقراءة بس for secondary and university students لطلاب المرحلة الثانوية وطلاب الجامعة in our town في المدينة بتاعتنا. We could read both Arabic and English books. ممكن نقرا الكتب اللي بالعربي وبالإنجليش. We could have meetings every week. ممكن نعمل اجتماعات كل أسبوع. Or 2 in the summer أو اجتماعين في الصيف. And once a month during the school year. يعني أثناء السنة الدراسية نعمل اجتماع كل إيه؟ نعمل اجتماع كل شهر. وفي الصيف عادي نعمل اجتماع كل أسبوع أو اجتماعين في الصيف. ماشي. يبقى أنت حليت في الفقرة الثانية، قدمت الحل. أنت الفقرة الأولى سألت سؤال إزاي أزود مزايا أو أخلي الناس تقرأ. الفقرة الثانية قلت تعمل نادي للقراءة لطلاب الجامعة والمرحلة الثانوية. الفقرة الثالثة بقى دي الريزونز اللي تخليك تعمل بوك كلوب. دي الأسباب. First في الأول if we have a book club، لو عندنا نادي للقراءة it will encourage us to read more. هيشجعنا نقرأ أكتر. It's known that if people read a lot they write better. معروف إن لو الناس قرأت أكتر هيكتبوا أفضل. So this will help us in 2 ways. ده هيساعدنا في طريقتين. Secondly we will develop some responsibility if we take turns leading the discussion at meetings. هنتعلم بقى ان احنا كده في الميتنج في الاجتماعات نتناوب الادوار، نقعد كده نلف بالدور على بعض. فده مستر هيعلي من فرصتنا. The leader will have to read the book carefully. القائد هيقرا الكتاب بعناية. Thirdly, ثالثا discussing books will help us to overcome shyness. يعني قراءة الكتب هتخليك تتجلب على أي خجل. Everyone will have to say something. كل واحد هيكون مطلوب منه إن هو يقول شيء ما. يبقى إيه أسباب إن أنت تقرا؟ أو أسباب إن أنت يكون عندك بوك كلوب نادي للقراءة؟ إن إحنا مستر رقم 1 هنريد مور، هنقرأ أكتر. رقم 2 هنديفلوب some responsibility، نطور المسؤولية. if we take turns، لو إحنا تناوبنا الأدوار leading the discussion في المناقشات في الاجتماعات. الليدر القارئ هيقرأ الكتاب carefully بعناية. ثالثا discussing books، مناقشة الكتب هيساعدنا to overcome، نتخطى على أي shyness، على أي خجل. everyone will have to say something، الكل مطلوب منه إن هو يقول شيء ما. رابع حاجة وآخر حاجة reading good books، قراءة الكتب الجيدة will be a better way to use our time than playing computer games. قراءة الكتب الجيدة دي هتكون اختيار أفضل عشان نستخدم وقتنا أكتر من لعب ألعاب الكمبيوتر أو reading comic books أو قراءة الكتب الهزلية. Don't you agree with me؟ هل تتفق معايا في هذا الكلام؟ دي الأربع فقرات اللي عندنا. طيب ماشي. أول فقرة أنسب عنوان للقطعة كان إيه؟ merits of joining book club، يعني فوائد انضمام للنادي كتب، ولا reading becomes useless، لا إن القراءة ملهاش فايدة، ولا disadvantage سلبيات، ولا إن الناس مش مهتمة في القراءة؟ لا، هي الأولى. merits يعني فوائد انضمام إلى نادي القراءة. إيه psychological effect، إيه التأثير النفسي اللي الأعضاء في البوك كلوبس عندهم؟ والله مستر هنا بتساعد الممبرز، بتساعد الأعضاء to get over their shyness، يتغلبوا على خجلهم. الأولى. according to the passage، برجوع للقطعة، كلمة overcome يتخطى معناها get over يعني يتغلب على، أو معناها defeat يعني يهزم، surrender يستسلم، lose يفقد أو يخسر. بعد رجوع القطعة يعني أنواع الكتاب اللي الرايتر بيعتقد إنها less useful: comic books كتب هزلية، adventure مغامرات، science books كتب علوم، وفيكشن خيال. إيه اللي هيحصل لو الناس قرت كتير؟ هيبقوا اتعلموا يكتبوا أحسن. they learn to write better. التانية اللي good way for spending time، طريقة حلوة لان انت تقضي وقتك، الريدنج القراءة. تافهة جدا. الرايتر بتعتقد ان البوك كلوبس encourage reading، اندية القراءة بتشجع الكتابة او بتشجع القراءة. اكيد مش معناها انها distribute books بتوزع الكتب، ولا ان الريدرز يقروا كتب بس، ولا ان الريدرز shouldn't make discussion، ما ينفعش يعملوا مناقشة. وهنا fighting يعني حرب او معركة، meeting اجتماع، disagreement عدم اتفاق. الفيرست باراجراف كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم يا مستر عن the importance of book clubs، وما جابش سيرة البوك كلاب في أول باراجراف. ال benefits of reading alone، فوائد القراءة لوحدها، لأ. many hobbies are better than reading، هوايات كتير أفضل من القراءة، ولا advantages of reading، هي advantages of reading فوائد القراءة نفسها. بص أهو how can we increase the benefits of reading and make it easier، ما جابش سيرة خالص البوك كلابس، يبقى هي الأخيرة. تعالى بقى يا معلم نشوف القطعة التانية بتتكلم عن ايه. بس الاول ما تيجي نكسر ده كده بحبة ترجمة، يعني خلينا نحل ال4 ترجمة الاول عشان فيهم حاجات انا عايز اعدلهم لك. دي غلطات من الكتاب اللي ايه مأخوذة منه التراجم دي. We live in the age of the internet. in the age of يعني في عصر، at the age of في عمر، فانا هكنسل كلهم في عصر. تمام. انترنت مش تكنولوجيا، مش فضاء. Information travels around the world in seconds، المعلومات تسافر حول العالم في ثواني أو تنتقل في ثواني. and is available to people in more countries than ever before.
ويتم إتاحتها للأشخاص في بلدان أكثر مش أعظم. أعظم يعني إيه يا مستر؟ أعظم دي عظيم يعني great، مش هتنفع هنا مستر، هي بي بس اللي صح. في بلدان أكثر. السؤال ده فيه غلطة، يا رب تكونوا طلعتوها. جرب حلو كده. There are a lot of jobs that can be done online. هناك القليل من الوظائف، لا الكثير من الوظائف التي يمكنك القيام بها عبر الإنترنت، مش البحث عنها. These jobs vary according to الوظائف دي بتختلف يا مستر according to the tasks يعني المهام مش الراتب، فانت هتعدل دي بدل الراتب خليها مهام وهتختار ب. مش هتنفع جيم ليه؟ عشان هنا يمكنك قبولها، وعشان لو كملت هتلاقي currently يعني حاليا او في الوقت الحالي هنا مش مكتوبة اصلا. فالسؤال ده كان غلط من الكتاب، انت هتختار ب وبدل كلمة راتب هتخليها المهام. لا تشغل نفسك بانتقاد الآخرين. do not concern yourself with criticizing others، مش attacking يعني مهاجمة. without objectivity بدون موضوعية. with يعني بيب، without بدون. objectivity موضوعية، creativity إبداع، فأنا هختار دي الأخيرة. آخر سؤال برضو كان فيه مشكلة صغنطوطة. تهتم وزارة التربية والتعليم بتنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح الابتكار. The Ministry of Education is interested in، أكيد مش culture مش الثقافة. developing students skills. بص الرخامة، ملكية الجامعة بص في بعد الاس المفرد قبل الاس، فأنا students مفرد مش هتنفع هي جامعة، فبقى لي دي والأخيرة. innovation ابتكار مش هتنفع يا مستر، هي الأخيرة بس. أيوة هي الأخيرة بس عشان skills. تيجي في الآخر بقى تلاقي مشروعات التنمية development plans، لا هي projects بس، هتعدل دي تخليها project يعني مشروعات الأخيرة. وده أهم الكلمات اللي كانت عندك في القطعة التانية أو في القطعة الأولى، حضرتك تبص عليهم. بس القطعة التانية كده اديلك 10 دقايق كده ولا حاجة تجرب تقراها وتشوف أسئلتها ونحلها سوا. يلا بينا. القطعة التانية بتقولك I am one of those people who are not for spending too much of our money on the study of space. أنا مع الناس اللي مش مع إنفاق فلوس كتير من مصاريفها على دراسة الفضاء. I don't mean that we should stop studying space، مش قصدي إن إحنا يجب إن إحنا نتوقف عن دراسة الفضاء. I only wanted to direct some of the much money spent on space research to studying other fields and places that I think are much more important and profitable. مش قصدي ان احنا نبطل يعني نصرف فلوسنا على الفضاء، بس في حاجات تانية ومجالات تانية اكتر اهمية more important and profitable يعني قابلة للربح اكتر من الفضاء. ايه هي دي؟ قال لك we spend billions of dollars، بنصرف مليارات الدولارات to study the sun عشان ندرس الشمس and distant stars we should stop this. يعني بنصرف مليارات الدولارات عشان ندرس الشمس ونجوم بعيدة، يجب أن نتوقف عن هذا وندرس الأوشنز المحيطات بدلا من ده. They cover nearly 70% of the earth، المحيطات بتغطي 70% من كوكب الأرض. Oceanography is more important than space science، دراسة أو علم المحيطات أكتر أهمية من دراسة الفضاء. It researches processes، يعني بيقوم بالبحث في العمليات that directly اللي بتأثر على حياة الناس بصفة direct يعني بصفة رئيسية. For example we release tons of waste into the oceans every year، يعني احنا بنلقي كذا طن من المخلفات او من المخلفات في المحيطات كل سنة. Oceanographers اللي هم الناس اللي بيدرسوا المحيطات who specialize in various fields بيتخصصوا في مجالات مختلفة can tell us the results of pollution on marine life، ممكن يقولوا لنا نتائج التلوث على الحياة البحرية on the chemistry of the seas على الكيمياء بتاعت البحار and on the currents اللي هي التيارات أو اتجاهات المياه that affects climate، وكل ده بيأثر على المناخ. We know that احنا عارفين ان different parts of the seas أجزاء مختلفة من البحر distinct forms of life have evolved، يعني أنواع مميزة من الحياة تم تطويرها. There are even living things that do not depend on the sun for energy، في كائنات حية ما بقتش تعتمد على الشمس للطاقة. Maybe we can learn something useful by studying them، ادرس محيطات تتعلم حاجة مفيدة. There are vast areas of the oceans especially in the deepest water، في حتة في الديبست ووتر كده في المياه العميقة that are unexplored لسه ما تمش اكتشافها.
This is where we should be researching not the stars. ده الحتة اللي نعمل فيها بحث علمي مش النجوم. ده رأي الكاتب. يبقى هل الفكرة الرئيسية ان دراسة الفضاء waste of time مضيعة للوقت؟ لا، هي ان دراسة الاوشنز والسيز، دراسة المحيطات والبحار is more useful than studying space. هي اكتر فايدة من دراسة الفضاء التانية. If we study oceans، لو احنا درسنا المحيطات we may explore more about marine life. هنستكشف اكتر عن الحياة البحرية. مش هنبليوز environment، مش هنلوث البيئة، ولا هتكون distinctive مميزة، ولا هتبقى unprofitable غير مربحة. ايه الارياز اللي تعتقد ان impossible to study، يعني مستحيل يعني تعمل فيها دراسة؟ shallow areas و remote areas و warm water، كل دي ممكن تدرس فيها، لكن هي challenger deep دي محدش جاب سيرتها، فدي صعب ان احنا ندرس فيها اي حاجة. الاوشينوجرافي بيعمل بحث في مستر في البروسيسز، في العمليات اللي بتأفكت اور لايف، اللي بتأثر على حياتنا، مش على الكيمستري بتاعت الستارز بس، ولا الستارز والديب ووتر بس، ولا الكلام ده كله. It can be inferred from the writer's words، ممكن تستشف من كلمات الكاتب that ان much money is spent on the study of oceans and seas. لا، مش ان فلوس كتير بتنفق على المحيطات، ده بالعكس محدش بيصرف عليها فلوس. A lot of research is done on marine life. برضو لا. Studying space is more important than the study of marine life. لا، العكس، هي دي. We should spend more money on studying oceans and seas. لازم نصرف فلوس أكتر على دراسة المحيطات والبحار. إيه اللي هنا is the writer's comparative point. إيه اللي هنا هي وجهة نظر الكاتب، أو وجهة نظر المقارنة للكاتب. And studying oceans is more profitable than studying space. ولا studying space is as important as any stars. لا. Studying space is more profitable. برضو لا. Studying oceans is as important as. لا، هي الأولى. هي إن دراسة المحيطات مربحة أكتر من دراسة الفضاء. last paragraph، آخر paragraph يا مستر، كان بيتكلم على different types of marine life، أو الأولى different marine lives، أنواع مختلفة من الحياة البحرية. مش عن استكشاف الفضاء useless ملوش فايدة، ولا عن دراسة المحيطات، ولا عن إن أنت تحوش فلوس عشان تستكشف الفضاء. بالرجوع للقطعة، The writer supports exploring space because of its great benefits. الكاتب بيدعم استكشاف الفضاء عشان great benefits، يعني فوائده كتير. ولا oceanography is a solution for all people's problems on earth. ولا the writer doesn't refuse exploring space completely. والله مستر، هي التالتة دي. هو الراجل يعني ما رفضش استكشاف الفضاء بصورة كاملة، بس هو شايف ان في حاجات افضل ان احنا نعملها. letter C التالتة يا مستر، لان اكيد مش علم المحيطات هو المهتم يعني بكل مشاكل الانسان على كوكب الارض. ده كده كان حل سريع لقطع وتراجم موجودة عندنا، وده كان الهدف منه ان انا اقول لحضرتك كلوز بقى كده. ايوه، اعمل لي زوم كده عليا انا لوحدي. ايوه، ده هدف ان انا اقول لحضرتك حبيب قلبي ان الدراسة بتاعت الحاجات دي، او ان دراسة المحيطات والكلام ده كله احنا عرفناها ان هي مهمة، يبقى دراستك انت كمان مهمة يا معلم. اهتم شوية بحوار القطع والتراجم، مش كل حياتك تبقى كلمات وجرامر بس. لو طلاب اليوتيوب استفادوا من ده يا ريت تقولوا لنا ده في التعليقات، وهنحاول نثبت لكم كل اسبوع نحل فيه سكيلز تاني مع بعض، ونزود بقى يعني نعمل سكيلز على المنصة بلس سكيلز على اليوتيوب عشان كله يستفاد بقى ان شاء الله تعالى، ونبدأ نزود في حل القطع والتراجم. والاهم عندي هو القطع ان شاء الله تعالى، وهي مش محتاجة وقت كبير، هي محتاجة بس تترجم السياق بتاع القطعة، مش كل كلمة في القطعة. ربنا معاكم ان شاء الله، واشوفكم دايما كده في احسن مكان.